ثمن البوطه اللي وصل 50 درهم بعد ما كان ب 40 درهم. شنو السبب في هذا الشيء كامل وشنو الاراء ديال المواطنين في هذه الزياده هذه وشنو الحلول الممكنه؟ تبع معي الفيديو حتى الاخر وغتفهم كل شيء. سبب هذا القرار جاء نتيجه سياسه تحرير الاسعار اللي كديرها الحكومه باش تخفف العبء المالي على صندوق المقاصه اللي كيكلفهم حوالي 15 مليار ديال الدرهم كل عام لدعم ثمن غاز البوطان. الهدف من هذه السياسه هو تقليل الفجوات الاجتماعيه، حيث الدعم الشامل كان كيساعد الاغنياء والفقراء على حد سواء، وهذا كيخلي التفاوتات في الدخل تكبر. هذه الزياده عندها تاثير كبير على المعيشه اليوميه ديال المغاربه. الصراحه هذه الزياده ديال البوطه الصراحه ما خصوش يكون، باش حنا كنشوفوا الظروف اللي كنعيشوا هاد الايامات ظروف شويه صعيبه، والزياده راه ماشي في صالح المواطن الدرويش. راه البوطه 40 درهم راها قاصحه. وثاني حاجه ان البوطات اللي ولينا كنشوفوا دابا انهم ما كيبقاوش كيضربوا المده اللي كانت شحال هذه، ولات مده قصيره، سيمانه جوج كاع. بنادم مساكن اللي عندهم الوليدات واللي عندهم القضيه شويه على قد الحال، راه ديك 10 دراهم راه ماشي ما خصهاش تكون. بزاف على الناس، بزاف عليهم. لان واحد بحال انا ما كانش لا ندري شحال 50,000 ريال، واللي ملي غتزاد اش ما تقديش حتى في الماكله. والمساكن كتسحب لها نتريت راه كيضيعوا بزاف. اما المواطنين الاخرين راه كتجيهم الغاز بزاف، زعما الغاز والليسونس والبترول كيجيهم غالي للناس بزاف. زعما خص يشوفوا معاهم. بالنسبه للمواطن اخويا بزاف عليه هاد 10 دراهم اللي غتزاد، لان الانسان ما فهمتش المدخول على قد المستطاع، والبوطه باش تولي 50 درهم يعني راه مشكله. هذه الانسان يلاه كيطالب نقصان شحال من المواد الاساسيه، وهي دابا البوطه من المواد الاساسيه حتى هي ولات ب 50 درهم. يعني قالوا يعني التحملات هما اللي يعني غيتكلفوا بهذه الزياده. الساعه هي دابا كما سمعنا 10 دراهم غتزاد راه ماشي في الاستطاعه ديال الدرويش. هادشي بزاف، هادشي ماشي لوجيك وما خصهاش تزاد هاد الزياده هادي، حيت طبيعه الحال هما اصلا ناقصين في الميزان ديال البوطه بعدا، فهمتي؟ وعاد يزيدوا في البوطه، راه شي حاجه راه ماشي طبيعيه يعني. وكنتمنى من الناس المسؤولين يراعيوا ولاد الشعب هذا ويراعيوا المواطنين، راه مضرورين بزاف. راه كاين اللي ما عندوش حتى يشري بوطه بزاف اخويا، وكاين اللي ما خدامش. الله يحسن الاول الجميع. كاين بنادم كاري، كاين اللي ما عندوش، كاين اللي كيبيعوا شريه، كاين اللي ما خدامش. 10 دراهم خويا راه بزاف. هذا هو النظريه ديالي انا. هاد القضيه في الصراحه ما محسومه، ما درسوهاش، ما حسوهاش، لحقاش كاينه واحد الطبقه مساكن غاديين يتمحنوا في هاد الزياده اللي داروا هاد الناس هادو. ما كتبان لي زياده ماشي في محلها، في ظروف دابا والعيد جاي والناس المسكونه مقهوره، شي ماشي معقول. بعد ما شفنا هاد التصريحات ديال المواطنين كتبين لنا ان الاسر الفقيره والمتوسطه هم الاكثر تضررا، رغم ان الحكومه بدات برنامج الدعم الاجتماعي لتعويض الاسر اللي كتعيش في الهشاشه، ولكن التاثير ديال الزياده باقي ملموس وكبير، حيت بزاف من الناس مازال كيعانيو باش يوفروا احتياجاتهم اليوميه. الحلول اللي ممكن دير الدوله واللي هما عارفيننا وحنا هنا غير باش نذكروا هو انها خصها توسع من برنامج الدعم الاجتماعي وتضمن الوصول ديالو لجميع الاسر المستحقه بشكل فعال وبدون تاخير. الحكومه خصها تشجع استخدام الطاقات البديله بحال الطاقه الشمسيه لتقليل الاعتماد على غاز البوطان، وترفع من الاجور ديال المواطنين بصفه عامه، وتخفف الضغط على الاسر الفقيره والمتوسطه، وتضمن ان الناس عندهم القدره يشريوا الحاجيات الاساسيه بلا مشاكل. الا ما تعاملتش الحكومه مع هذه الزياده بحذر وما وفرتش الدعم اللازم، غادي تكون النتائج وخيمه، حيت غادي تسبب في زياده التوترات الاجتماعيه والاقتصاديه في البلاد. الاسر الفقيره والمتوسطه هم الاكثر عرضه للضرر من هذه السياسات الاقتصاديه، وهذا الشيء كيتطلب تدخلات حكوميه مدروسه ومخططه بشكل جيد باش نتجنبوا اي ازمات اجتماعيه محتمله. وفي الاخير خاص الحكومه تلقى توازن بين تخفيف العبء المالي على صندوق المقاصه ودعم الاسر الفقيره باش يكون عندنا استقرار اجتماعي واقتصادي في البلاد. هذا الشيء كيطلب مجهود كبير وتنسيق بين مختلف الجهات المعنيه لضمان ان جميع المغاربه يقدروا يعيشوا بكرامه وامان. قطع الله يدير الخير.